ايه اخبار ماتش؟ ايه الحمد لله كويس. اتعادلنا. دي فاركو اللي بتكسب الفرق الضعيفة بالعافية جاية قدامنا وهي تحس ان هي متحكمة في الماتش، بتقولك امسك الكورة بس انا عامل هجمة اجيب بيها الجون، وهو ده اللي حصل من المترجي. وخلاص كده احنا نقوله للمترجي يحتفظ بالشناوي. خلاص يعني اي شوطة من المترجي يحتفظ بيه الشناوي، اي شوطة من صن داونز يحتفظ بيه الشناوي. ودي كلام كتير. احنا في الملعب مش عارفين نلعب، يعني بص، يعني مش عارف ليه امام عاشور يلعب فيرود يعني، والسولية مش موجود. يعني لو امام عاشور بيلعب فيرود، يعني مين اللي في نص الملعب اللي هيطلعنا؟ هو يا اما السولية يا اما قفشه يا اما امام عاشور. عمر الساعي اصلا انت حاطه هاف، يعني حاطه طرف. يعني عمر الساعي، امام عاشور، قفشه، السولية، كل دول حلقة الوصل ما بين الدفاع للهجوم. يعني ما بين الدفاع كده يوصل لمروان عطية، مروان عطية يدي حد من الأربعة دول يوصلك على طول للهجوم. انت بقى عملت ايه؟ حطيت أكرم رجولة. أكرم رجولة اللي هو مش عايز يلعب، فاهم؟ انت ليه حطه في المعانا؟ واحد مش عايزنا، احنا ليه بقى نفضل مصممين عليه؟ يا عم ما تلعبوش. اقول لك على حاجه، بيعوا للشمال القطري يا عم. اما انت النهارده حرفيا ضيعت هيبتنا خالص في الملعب. مين بقى اللي يضيع هيبتنا واللي انا بتكلم عليه ده؟ هو مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤوليته الكابتن محمود الخطيب. طالما كل النجاح بنقوله بيبو 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 الله يا خطيب، يبقى الاخفاق يا بيبو يا بيبو يا بيبو فاشل يا خطيب. ما فيهاش زعل دي وش ما فيهاش زعل. انت النهارده 22 يناير ما عملتش ولا صفقه، فاضل 8 ايام والكيد الافريقي يقفل. يعني هتجيب لي اللعيبه ايه بعد الكيد الافريقي؟ ما بقتش فاهم اي حاجه. كل منافسين النادي الاهلي في الدوري المصري مبروك، النادي الاهلي ما عندوش سكواد. النادي الاهلي في اضعف حالاته. لو عايزين تاخدوا الدوري اظن دي اسهل فرصه تاخدوها. لكل منافسين النادي الاهلي في افريقيا مبروك عليكم. النادي الاهلي السكواد بتاعه بقى ضعيف، النادي الاهلي بقى اضعف مما يمكن. عايزين تكسبوا اتفضلوا اكسبونا. يلا الباب مفتوح لكل اي فرقه عايزه تكسبنا. احنا بنجيب جون مع فاركو بالعافيه بضربه جزاء. يلا الحمد لله ويا ريت نفوق. يلا قناة النادي الاهلي دلوقتي طلعت قالت الاهلي حسم صفقة. انا انسى الخسارة؟ ايوه النقطة يعني اكسب نقطة ضيع نقطتين دي خسارة بالنسبة لي، هو ده اللي معودني النادي الاهلي عليه. دلوقتي بقى قناة النادي الاهلي اوبا عملنا صفقة، انا بقى اسيب الخسارة واجي معاك. هي الصفقة ايه؟ خلاص انتوا هبتنا ضيعتوها. يلا اللي بعده، بعد ما موتوا الجمهور وما بيتدخلوش جايين هتموتوا النادي كله.